في 16 من يوليو أصدر الموقع الرسمي لمقر سيتشوان لمراقبة الأحوال الجوية التحذير الأصفر للفيضانات والانزلاقات الجبلية في 15 و16 من يوليو. ووفقا لوكالة أنباء شينخوا، منذ 7 من يوليو تم هطول الأمطار بشكل كبير في العديد من المقاطعات في سيتشوان وشينشين، وتضرر 962 ألف شخص في 13 منطقة ذاتية الحكم مثل تشيندو وديانغ وميانيانغ في مقاطعة سيتشوان. هذا وقتل 3 أشخاص وتم إجلاء ما يزيد عن 100 ألف شخص، وما زال هناك 21 ألف شخص في مناطق الخطر، وانهار أكثر من 600 منزل، وتضرر ما يقرب من 8800 منزل بدرجات متفاوتة، وتضرر 36,900 هكتار من الأراضي الزراعية، وتقدر الخسائر الاقتصادية المباشرة 2 مليار و400 مليون يوان. يعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة تاريخية في هلسنكي فنلندا، وقال مسؤولون من البلدين إن قضية سوريا تأخذ اهتمام المحادثات، بما في ذلك تقليل الصراعات المتغيرة في منطقة الشرق الأوسط. وفقا للأرقام الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين، بلغ معدل النمو الاقتصادي للناتج المحلي الإجمالي الصيني في الربع الثاني من عام 2018 6.7%، بانخفاض 10% عن العام الماضي. ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني سيتم الكشف عنه بشكل أكبر بسبب تدهور وضع التجارة الخارجية وسيطرة الحكومة على الصناعة المالية. وفقا لتقرير رويترز، في 15 من يوليو قابل ترامب الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا كمعارضين للاقتصاد الأمريكي، وفي مقابلة أجراها مع تلفزيون CBS في برنامج وجه البلد قبيل القمة، حيث قال إن السلوك التجاري للاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة يجعلهم يعتقدون أنهم أعداؤنا. قال المتحدث العسكري للاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أديرعي بعد ظهر 14 من يوليو إن الطائرات العسكرية الإسرائيلية قصفت 40 هدفا لحركة حماس في قطاع غزة، وهذه أكبر عملية عسكرية منذ حرب عام 2014 على قطاع غزة. وبحسب بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي، فقد أطلقت حماس من الساعة 6 صباحا وحتى 3 ظهرا في 14 من يوليو 60 قذيفة صاروخية، تم اعتراض 10 منها بواسطة نظام القبة الحديدية. وفقا لبيان أصدره المكتب الصحفي الرئاسي لأوزباكستان، فإن أول محطة للطاقة النووية تم إنشاؤها في إطار مؤسسة الطاقة الذرية ستعمل في حلول عام 2028. وقال البيان ستعمل المحطة بقدرة 1200 ميجا وات، وستحتوي المحطة على أكثر الأنظمة أمانا وحداثة في العالم، ومن المقرر تشغيلها عام 2028. ووفقا لبيان سفير أوزباكستان كاملوف، فإن المحطة التي تعمل على إنشائها روسيا تصل تكلفتها إلى 13 مليار دولار أمريكي. كما يتوقع أن يعمل الاتفاق الموقع بين البلدين على تحسين إمكانات الطاقة في أوزباكستان وتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين البلدين.